مقولة جميلة بتقول: أحياناً نتنازل عن حقوقنا حتى يظن الآخرون إنها حق مكتسب. ومقولة تانية بتقول: الإفراط في العطاء بيعلم الناس البجاحة. المقولة دي فكرتني بكلام ماجد الكدواني، كان في لقاء تلفزيوني وقال: ابني كان بينسى يشحن موبايله قبل ما ينام، أخدته حطيته يشحن، صحى الصبح مبسوط قوي وقعد يشكرني. تاني يوم برضه نسي شحنتهوله، قال لي شكرا يا بابا. تالت يوم نمت بدري ونسيت أشحن الموبايل بتاعه، صحي متضايق وزعلان وبيعاتبني: ليه ما حطيتش الموبايل على الشحن؟ ينفع كده؟ رتبت سرير بنتي كام يوم بدلها، بطلت ترتبه هي خالص حتى لو مش تعبانة أو مش مشغولة. عودت صاحبتي إن اتصل دايما أطمن عليها، وفي يوم تعبت وما سألتش عليها، زعلت وقالت لي: ما اتصلتيش بيا ليه؟ استحملت زميلتي ساعة غضبها، بقى العادي بتاعها إنها تتعصب عليا. صديقة ورثت هي واخواتها عمارة بيقسموا إيجارها، سابت حقها لاخواتها كام شهر، واما اتزنقت شهر وحبت تاخد إيجارها شهر واحد بصولها باستغراب، فكان لازم تحكي تفاصيل زنقتها عشان تاخد حقها، وحكايات كتير نفس النظام. خليك متوازن في كل حاجة حلوة فيك، ابعدها عن اللي ما يستحقهاش علشان ما يخلكش تندم وتضطر تمنحها عن اللي كان يستحقها منك. فكرة إن أكون بلا حدود في كل حاجة حلوة بقدمها للناس، للأسف مع مرور الوقت بتخليك تندم على تقديمها أصلا. لما الواحد يتساوى بالصفر يبقى نوفر طاقتنا لنفسنا ونتشاف زي ما نتشاف. الإفراط في العطاء مش هيخلق أبدا أشخاص مخلصة، بل أشخاص أنانية.